الورقة الأولى من مصر من بعد ما كل سكانها دخلوا كليات طب وهندسة، بس عشان يتقال الدكتور راح والمهندس جه، وأنا أبو الدكتورة فلانة وأنا أم المهندس علان. ألو يا بابا، بنتك رجعت من المدرسة النهاردة في نص اليوم ومعاها جواب استدعاء ولي أمر. خلاص يا ماما، أنا هروح أشوف إيه الموضوع مع المدير. بص يا دكتور، أنا خلاص مش عارف أعمل إيه. مفيش خريجين من كلية تربية بقالنا 3 سنين، وأنا عندي 4 مدرسين طلعوا على المعاش، وبعتنا كذا شكوى للوزارة، والوزارة مش عارفة تتصرف. مفيش مدرسين يا دكتور يشرحوا لولادكم. نعمل إيه؟ ازاي يا فندم الكلام ده واحنا حتى شعب اكتر من 100 مليون نسمة؟ يا دكتور، إحنا شعب أكتر من 100 مليون نسمة، كلهم دكاترة ومهندسين. محدش عاوز يدخل ولاده كليات تانية حتى لو كانت كلية محترمة زي تربية وآداب. وايه العمل دلوقتي؟ ازاي مفيش مدرسين؟ امال الاطفال هيتعلموا ازاي؟ العمل عمل ربنا، يا الناس تفوق وترجع تعرف قيمة الكليات والوظائف التانية، يعني نستورد مدرسين من بره، بس ساعتها هنحاسبهم بالدولار والمرتب هيبقى 10 أضعاف.